كان هذا التقرير اللي عده زميلنا سيف الدين المهري حول مختلف المبادرات والنداءات اللي كانت توجد مؤخرا لحكومة وفاق أو للقاءات توافقية لإنقاذ البلاد حسب ما جاء في مختلف هذه النداءات. سي طارق، كيفاش شفت المبادرات هذه الكل من مبادرة حزب الجمهوري إلى مبادرة السيد الباجي قائد السبسي إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ حزب الجمهوري هذا كان PDP. اي توافقوا هم 9 احزاب. هم كل 6 شهور يبدلوا الاسم. هم 9 احزاب مش حزب 9 ولا 12. انا نتفكر 13 جانفي، ايامات 13 جانفي قبل ما يمشي بن علي 12 11 جانفي حكومة انقاذ وطني. هذيك هي اللغة نسمع فيها اليوم. بلايصة معك. والنهضة قاعدة تختار، تعرف باش تحل، يلزمها اماكن باش تحل. تعرف اللي ترويكا بلغة دارجة تحل على الهواء. يلزمها تعطي دم جديد. توا تشوف شكون اللي باش يبندر لها الاكثر. كلهم اللي هذا هز صبعه على بلاصه. انا ننصحهم توا، انا ماذا بيا هذه حكومه الانقاذ الوطني. سي طارق، هذا ممكن يبدا صحيح، ممكن يكون صحيح بالنسبه للاحزاب، لكن بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل، بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل، نجي للاتحاد العام التونسي للشغل ما تقاطعنيش. انا ننصحهم النخبه السياسيه هذه اللي في تونس اللي ظهرت من بعد 14 جانفي، اللي الاغلبيه نتاعها نهار 13 جانفي على التلفز ايدت مبادره بن علي، ونهار 14 ولا تحكي بالثوره. ننصحهم توا عاملين حكومه في تونس قرابه 81 وزير، فيهم الوزير اللي عنده صلاحيات وزير ومره رتبته ردوها 160 وكملوا قد مثل قطو. خلي الشعب يزيد يرى. انا فرحان بالشيء اللي صاير. الشعب التونسي قاعد يفيق بطبقه سياسيه هشه. واحد يحب يرجع لي البورقيبه، تونس هذول سلفيين، واحد يحب يرجع للغنوشي، واحد يحب يرجع لواحد. هما باجي قائد السبسي قال كلمه صحيحه. اول ما نسمع قال لي انا وياه مش فرد بواد ارشيف على الغنوشي. انا بالنسبه لي انا اللي بواد ارشيف يتحطوا في كرذونه واحده. هذه على المبادرات. بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل طبيعي جدا وانا النهضه باش تفتح له لا، لانهم الاحزاب هشه ما عندهم حتى قيمه في الشارع. يدخلوا في العباد بالكسكروتات. قوه الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا تاريخي. حتى وقت الحزب الحر الدستوري وقت فكته فرنسا الخيمه اللي التجا لها هي الاتحاد العام التونسي للشغل. ووقت بورقيبه وقت بن علي احزاب المعارضه الخيمه نتاعهم الباراتونير هي الاتحاد العام التونسي للشغل. الور النهضه في الهم عندها ما تختار. هوكا الاتحاد عنده قوه في الشارع وتعطيه صبغه سياسيه. يقول لك خير من الاخرين اللي يحبوا ياكلوا الجاتو على قاعده. ولكن مش تحل لهم راهو. توا كي نسمع الان البارح باجي قائد السبسي المبادره الكبيره قال لهم الغنوشي كي نقعد معاه انسان عاقل ياسر. ما فهمتوش، يعارض فيه يحب بلاصه معاه ما فهمتش. لانه كان مرشح النهضه لرئاسه الجمهوريه. الشعب التونسي فما حاجه لازم يفهمها. الكتاب اللي خرجوا بن علي مش ليلى راهي قراء ليلى بن علي. مادام ما عرفناش الشجره والحكومه الاولى كيفاش تكونت والحكومه الثانيه بعد ما طاح الغنوشي باجي قائد السبسي كيفاش جاء والتطورات الكل. مادام النخبه التونسيه اللي تتكلم بالثوره ما تطالبش باستماعك الساعتين مكالمات نتاع بن علي من الطياره، اعملوا اللي تحبوا. تو انا اقول للطبقه السياسيه لم تستحي فافعل ما شئت، اما الحقيقه باش تخرج باش تخرجوها على بعضكم. والكتاب اللي خرج تصفيه حسابات في وسط بعضهم. انا بالنسبه لي انا بن علي كان سدد نقره، راس النقره ذيك اللي حاطينها نحى الغطاء هو الشيء خارج. كلموا وفاق وطني ومصلحه وطنيه وش اسمه هو محاسبه ومصالحه وعداله انتقاليه وزيدوا طولوا لنا. الشعب قاعد يشوف. ايه هذا المسار المتبع في عديد الثورات راهو سي طارق. احنا ما عملنا الثوره سامح. احنا ما عملنا هذا المسار. احنا ما عملنا الثوره. كلمه ثوره اخف غادي. احنا عملنا انتفاضه تسرقت وجاوا ناس حكاوا لنا بالثوره. ما جرت الثوره في تونس. عمرها ما تجرى ثوره. الثوره عندها اهدافها. عملوا مجلس لتحقيق اهداف الثوره. ما في حد شيء. شنو هي اهداف الثوره؟ تنقيص من البطاله زاد. تونس زاد توسخت. شنو اللي ماشي في تونس؟
ايه هذا راهو ما يجيش على عام سي طارق. على كل حال هذوما الناس اللي كنت تحكي عليهم تو الاتحاد، بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل هو قوه سياسيه موجوده في البلاد، وكذلك المبادره نتاع السيد باجي قايد السبسي والخطاب اللي كان عامله بين اللي فما يعني وراه باجي قايد السبسي قوه باجي قايد السبسي المبادره نتاعو هو والغنوشي يحبوا يرجعوا الشعب التونسي خلاصه واضحه ياسر. اليوم 6 نوفمبر 87 دستوريين والتجمعيين اللي سوالوا فيهم هكا وهكا وانا حزب النهضه رجعنا نهار 6 نوفمبر 87. انا هي الثوره اللي تسق ب 30 سنه التالي مش ثوره وبلا هذيك كلمه ثوره ولات كيما 7 نوفمبر المجيد. شو ما هما بيدهم ولات ثوره شنو هي الثوره هذه؟ ثوره الشباب؟ اعطيوني شاب في الحكومه. وينو الشباب في مجلس التاسيسي هذا يخلصوا في 5 مليون و300 ولا 5 مليون و400 على شنو؟ نتفرج فيهم في التلفزه شيء يوجع القلب. واحد يحب يبدل اللوجو نتاع الدوله نظام وحريه وعداله والاخر قال والله يضرب وهذاك ما شافش من السوق. والاخر يشكي من اللوبيا من الماكله نفخت لهم كروشه. والاخر شنو هي الثوره هذه؟ ثوره شنو؟ وين كلمه الشباب؟ وينو شباب تونس؟ راه فيها كل شعارات بيض. ولا ثوره الشياب؟ انا ما نفهمها ثوره والشعب هذا ما يتقدم وما يحقق اهدافه كلمتي نرجع فيها الا ما يفهم تاريخه. تقصد ما ترجعش فيها؟ ما نترجعش الا ما يعرف واش فما شجره نهار 14 جانفي بحيثياته وقبل 14 جانفي كيفاش بن علي عيط الناس اللي هما خذاو الحكم من بعده وتوا قال تامروا عليا. عركه فاميليا وجابوا لنا وزراء وجابوا لنا رئيس دوله وجابوا لنا كل شيء ومن بعد صرنا في مسار شيء بهتني انا والله شيء بهتني. تحكيوا على المجلس التاسيسي هذا الوحيد اللي كنت نصيح ضده. نسمع في الباجي قايد سبسي ربي يبقيه البارح كاني انا نتكلم مع مناول التالي قال له 1.5 مليون النهضه جابت قدام المقعد و1.5 مليون مشى فتات. فتاته ما جابش حتى عود نتاع طبوري. انت وينك؟ انت وينك وقت اللي كنتوا زيرول؟ معناتها اللعبه هذه اللي ترالي فيها. شكرا لك سي طارق. بالنسبه لك المبادرات هذه كانت طريقه لاقتسام نرجع معك للنداء او نداء حركه نداء تونسي اللي كان تقدم بها السيد الباشي قايد السبسي واللي كانت فهمت منها الناس كونه في جانب منها كانت فيها نوع من المغازله للاتحاد العام التونسي للشغل. لانه المغازله هذه سواء من طرف الحكومه او من طرف الباشي قايد السبسي هي سعي للحصول على قوه شعبيه اخرى وقوه سياسيه نجم تفتقد لها الحكومه او النداء جديد للسيد الباشي قايد السبسي او هي نداء جدي للشراكه من اجل الاصلاح. اسمعني انا قلت لك هذه حكايه النداءات حسب تفكيري البسيط مانيش متضلع ياسر في السياسه اما اللي نقوله يجري هذيك الضربه. اعطيني كريسي المبادرات وتحكي لي على الدستور والدستور وكتابه الدستور. ليلى بن علي جاهله كتبت كتاب وهذا سطر عملوا سطر نقلوه على بتاع 59. هذا انا عندي حل خير رجعوا عام الدستور عام 59 ونعفوا على الشعب هذا مرجناه ولا مرجناه ونقولوا له شجره نهار 14 جانفي خلي يختار على روحه ويبدا فاهم الوضعيه. الشعب مضبط والحكايات هذه كل في اطار الاحزاب السياسيه والستافات السياسيه. الشعب الكريم فد والله فد من النموس فد من الكذب والله كي يتفرج في بلاتو نتاع واحد الناس اعصابها تكرهبت ياسر. نسال العباد يقول لي ما عادش نحب نسمع سياسه فدوا يحب يسمع حاجه اخرى. الور هذا الطبقه السياسيه للكف من مرجان الشعب والدستور وكتيبه الدستور والمواطنه. الدستور نتاع عام 59 يحسدون عليه دول المتقدمه اليوم برقيشات الظراف. عملناه الخير تونس خير من توا في كل شيء احنا ماشيين والشارع يتكلم. ما نمنش بالمسار اللي خذته تونس نهار 14 جانفي ما نمنش به وما عنده وين يوصل. صحيح فما قوى سياسيه فما قوى اجتماعيه كما قلت انت في المجلس التاسيسي الاولاني الاتحاد كان عندهم اما الاتحاد شكون وقتها؟ النزهاء الورثاء الروحانيين نتاع المرحوم فرحات حشاد. انت نهار 14 جانفي بعد 14 جانفي تحب جراد يدخل في اللعبه الاتحاد مش موجود نهار 14. القياده بتاعه مش القاعده. نحكي بسرقه انتفاضه تاع الشعب التونسي. جاو صنايعيه
خذوه فضفتوا والكلهم باش يغطيوا مصالحهم، وجات حكايه المحاسبه والمصالحه. ولا صار بن علي يحكيوا بالنضال. ها؟ سي حامد القروي خرج ولا مناضل؟ لا. وسي الهادي الجيلاني ولا مناضل؟ شكرا لك سي طارق. نذكروا اللي موضوعنا هو موضوع المبادرات. المبادرات هذه كلها نقول لك شنو هي؟ ما تحبوا تعملوا حجاب للحقيقه. المبادرات هذه كلها عندي انا حجاب، وكل مبادره قاعده تقدم حتى اللي ينقبوا الحقيقه يلبسوها نقاب، والشعب لا. خاطر واحد ينجم يكذب على شعب عام 2 3 4 راهو يقف. انا اطالب حويجه برك بالشعب لازم يخرج يتظاهر عليها اليوم. نخرجوا الكياس اخويا سمعونا ساعتين بن علي تتبنى على الحوار. تفضل سي طارق. هذه حكايه 4.8%. بالنسبه لماذا؟ بالنسبه لنا سنه. بالنسبه 3 اشهر الاخرى 2001 معناتها تقارن لي ب 2001. قبل ما يقول هو 4.8 وعنده وزير قبله هو بساعتين قال 2.3. نظن راهي مش كما الشمس، راهي نسبة النمو ما البوزيسيون تاع الشمس في صلاة الظهر تبدا في العصر في بلاصة وفي المغرب في بلاصة. هما نظن هكا يمشيوا، ما نعرفش مع صلاة المغرب يمكن نصرح بها 4.8 راه. لا نسبة النمو نتاعنا في تونس واضحة ياسر. ما نمنهمش انا الارقام. كي وقت بن علي لهذا يجيب ارقام. الرافل الطالة زادت، والقفة زادت رزنت، تصرف 10,000 ما تلقاهاش. هذه هو النمو يعني. ما عادش يسمح. تفضل. هذيك هي صحيحه. والله انتظر في مبادره من الجيش الوطني وقوات الامن. علاه؟ لانه جيش جمهوري نحب نهنيه بالوحده نتاعو. وانا من نهار 14 جانفي وقت سرقت الثوره قلت الامور هذه لازم الجيش ياخذ رئاسه الجمهوريه ويفتح لنا الملفات، خلي الشعب التونسي يعرف نفسه وين ماشي. الشيء اللي تحكيوا عليه هذا كله مش باش يصير. عليه؟ لانه الشعب ما يلقاش نفسه فيه. عليه؟ ما يعرفش الشجره، مش عارف شكون يقول في الصحيح واللي يقول في الغلط. والمهزله تمت ياسر، داومت ياسر، وتونس قاعده تدفع فيها. ونحب نقول الى شباب تونس اللي ايستوا من حاجه اسمها ثوره. الثوره تجيب العقل. اذا كانت سرقه راهو تجيب بالمثابره وبالعقلانيه، مش بالتكسير وبالمظاهرات. احنا اليوم امام خيارات في تونس. يحبوا قواه رجعيه تدعي وانها ثوريه تحب ترجعني نهار 6 نوفمبر 87 قبل ما يتنحى بورقيبه بليله. حلنا الوحيد واننا نطالب بحقوقنا. شنو هي حقوقنا؟ هي معرفه تاريخنا باش نقرروا مستقبلنا، والمطالبه بانتخابات. الانتخابات اللي نحبوا ما يلزمناش نطالبوا بها لا نزيهه لا شريفه لا، خاطر الانتخابات لما تزيدها تعريف عرفها مزيفه. شوفوا في فرنسا تحكي على فرنسا عمر ما يقول لك ديزيليكسيون بروبر ولا اليكسيون ما تكون كان نظيفه. واضح. شكرا لك سي طارق. الوقت ما عادش يسمح. كلمه اخيره على حكايه رئيس الجمهوريه. عندنا رئيس جمهوريه من غير صلاحيات ومشانوا للبرازيل وكل انا ننصحوا ما يمشيش ياسر. الطياره هذيك مش مبروكه، ساعات تمشي وما ترجعش. شكرا لك سي طارق. ما كناش سياسي ورئيس حركه الجمهوريه الثانيه. شكرا لك.